بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا بقى النهاردة لازم نفرز التوم عشان السنة كلها. اعمليه كده في البيت بنظافة وبجمال وباللون الأبيض الجميل ده. هيفضل معاكي طول السنة لحد آخر كيس. لا ومش كده وبس، والتوم البودر كمان اللي يعني 2 جرام منه يعملولك أكبر تتبيلة. مش يعني للسنة كلها هتعملي التوم ومش هتحتاجي تشتريه خالص. ادي كمية التوم اللي انا جبتها. خليت طبعا البياع وضبهولي، شلت العروش الخضراء اللي ملهاش لازمة دي خالص، وجبت التوم نفسه هنا. هبتدي بقى انضف التوم بكل سهولة، مش بياخد منك وقت خالص. هتنضفيه وتبتدي تاخدي الراس البيضة دي بس. يا جماعة كل شيخ وليه طريقة، أنا مش بحب العروق الخضراء خالص في الوصفات. يعني أنا بفضل دايما آخد ثمرة التوم البيضة دي، هي دي اللي فيها كل الريحة والفايدة والطعم الجميل، وهي دي اللي بتبقى معاكي طول السنة بنفس ريحتها وجمالها. قشري بقى معايا كده راس التوم بكل سهولة، هو لسه طري، يعني هو بيتفرم فلسه طري خالص. هتقشريه بكل سهولة. اهم نقطة عندي ان انا طبعا بفكك الفصوص من بعضها لسبب. في جوه بعض الروس، مش الروس كلها، الحتة كده زي الخشبة طويلة كده. دي خطر على الكبة، بتبوظ الكبة، بتبقى ناشفة جدا. يعني يستحسن تشيليها خالص، تتخلصي منها. وفي روس تانية بتبقى طرية مش جواها الحتة دي، بس لازم نعمل حسابنا. يعني مثلا انا هنا بصوا طلعت الحتة اللي هي العود اللي زي الخشب ده، بيبوظ الكبة وبيبقى خطر عليها جدا. خلاص، تخلصنا منها خالص. هنعمل واحدة كمان وتخلصنا كمان من العروق الخضراء. ماشي. هقشر بقى دي مش هيطلع فيها العود اللي هو الناشف ده، فخلاص اوكي. بقطعها بالسكينة وبجهزها للفرم. زي ما احنا شايفين كده بكل سهولة، الراس مش هتاخد معاكي 3 4 ثواني وانت بتعمليها. مفيش حاجة خالص، وطلعت سليمة وزي الفل، ما فيهاش الحتة الناشفة دي. فخلاص كده تمام. حطيناها مع المتنضف علشان تتفرم بإذن الله. خلاص كده. يلا بقى جهزي نفسك وانزلي اشتري التوم، وكل سنة وانتوا طيبين، واعمليه معايا بطريقتي دي. هتدعيلي 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 بإذن الله. خلاص كده نضفنا الكمية كلها، وخدنا الروس البيضة اهي زي ما انتوا شايفين وفصصناها بكل سهولة، والله ما خدتش مني وقت خالص. تمام كده. وتعالوا بقى واحدة واحدة نشوف هنعمل ايه، وهنطلع كام صنف من التوم الجميل ده. هنطلع بقى يعني من هنا درر حاجات كده بقى روعة، هتستخدميها طول السنة تبقى عندك. الكبة بتاعتي يعني هي بتاخد حوالي كيلو الا ربع، بس انا بفضل احط فيها نص كيلو نص كيلو، ما تبقاش الكمية كبيرة قوي عشان تطحنه كويس. وفي نفس الوقت ما تخليش التوم يتعصر، يعني ما تطحنيهوش على الاخر يبقى سايل كده، لا. اول حاجة بعملها ان انا بقى ايه، بضرب التوم ده ضربتين. الاول بضربه ضربتين كده في الكبة قبل ما احط اي اضافات عليه. قبل ما احط اي اضافة عليه بضربه الاول ضربتين كده في الكبة. وبرضو احرصي ان هو ما يبقاش عصير كده، لا، يبقى فيه قطع، يبقى توم مدقوق كده. بحط نص فنجان زيت على الكمية اللي انا بقولك عليها دي، ونص معلقة كبيرة من الملح. الزيت والملح بقى دول سبب الاحتفاظ بلون وريحة التوم الجميلة طول السنة. الزيت بيغلف التوم وبيحفظه، ما بيخلوش يطلع ريحة في الفريزر او في التلاجة او في المكان اللي انت بتشيليه فيه. خلاص. الملح بيحفظه، فالاتنين مادة حافظة. هما دول اللي بيحافظولي على ان التوم يفضل معاكي طول السنة باللون الروعة ده، بيفضل ابيض كده معايا زي الشمع. جربي طريقتي ومش هتندمي. عايزة تحطي في بطرمانات حطي، بس انا عن نفسي بفضل الاكياس البلاستيك. اولا بتبقى سهلة في الاستخدام، وانتي بتقطعي حتة التوم او بتاخديها منها، بتقطميها على طول وبتاخدي من غير ما تسيحي التوم. تاني حاجة ما بتاخدش مكان في الفريزر. خلاص كده. تاني صنف بقى قمر معانا هو الدقة العظيمة اللي بنستخدمها كلنا
للسمك بقى والبتنجان المخلل وللقوطه المخلله اللي ما بنستغناش عنها كلنا. عندي هنا فلفل احمر انا فرماه بحطه على طول في الفريزر عندي. جبت حبه كده محترمين. وكان عندي فلفل اخضر حطيت برضو عليه. وهبتدي احط عليه كميه التوم اللي انا عايزاها. اعملي الكميه اللي تعجبك. شوفي مقاديرك وشوفي كميتك اللي بتحتاجيها طول السنة. واعملي على أساسها الدقة الجميلة اللي احنا هنعملها مع بعض دي. خلاص كده برضو بتحط لها شوية ملح وشوية زيت. وبتضربيها كويس قوي. دي بقى بتبقى تحت ايدك على طول. خللتي بتنجان، عملتي سمك، عملتي قوطة مخللة، بتبقى تحابيش يعني. روعة، انا ما بستغناش عنها والله. طلعت لي الكمية اللي انتوا شايفينها دي. وبرضو بتحطيها في الاكياس زي ما انت شايفة كده. خلاص كده خلصنا اول نوعين من التوم. خليكي ماشية معايا واحدة واحدة وهتدعي لي والله على الطريقة الجميلة دي. ما شاء الله الكمية طلعت في منتهى الجمال. وموفرة جدا جدا جدا. زي ما احنا شايفين كده. اللهم بارك. كل سنة وانتوا طيبين. لازم يا جماعة تعملوا الوصفة دي. هتغنيكي طول السنة عن انك تشتري اي حاجة من بره وتشتري توم. ويبقى تحت ايدك. خلاص كده تمام. في بقى البطل معانا النهاردة هو التوم البودر. انا ما بحبش يا جماعة اعمل القشر توم بودر خالص. يعني جربته مرة ما عجبنيش. فانا بحب دايما اعمل التوم البودر من التوم نفسه من راس التوم نفسها. تجيبي بقى راس التوم الطرية دي وتبتدي تقطعيها بالسكينة رقيق خالص. زي ما احنا شايفين كده قطعتها رقيق رقيق زي الشيبسي كده. بالسكينة كده وانتي قاعدة مش هتاخد منك اي وقت. كده تمام. وتولعي بقى يا ست الكل الفرن على درجة حرارة هادية جدا. على درجة حرارة هادية. على اهدى درجة حرارة عندك. وتسيبيه يتحمص في الفرن. لحد ما يخربش كده كل شوية تطلعيه تقلبيه. ولحد ما يخربش معاكي ويبقى جميل كده زي ما احنا شايفين. فين بقى اللايكات؟ لايك وشير وسبسكرايب بقى فين لبيت ماما بطة. يلا بقى اجهزوا كده باللايكات الحلوة. هنطحن بقى التوم البودر وبعدين هننخله علشان لو في حتت غليظة او حاجة تتشال. وهيبقى عندك احلى توم بودر يكفيكي طول السنة. طرف معلقة منه يقلب لك الدنيا. كل سنة وانتوا طيبين. ولايك وشير وسبسكرايب للقناة وتحياتي ليكم.